وللمزيد من المتابعة معنا الآن من الإسكندرية الزميل شريف رضوان. شريف، يعني صف لنا المشهد الآن لديك في مدينة الإسكندرية. بالنسبة لمدينة الإسكندرية سوف أتحدث على الصعيدين. على الصعيد الميداني عقب صلاة الجمعة مباشرة وفي ميدان القائد إبراهيم، وبعد انتهاء الصلاة نشبت بعض المناوشات وعمليات الكر والفر والتراشق بالحجارة بين المؤيدين والمعارضين لقرارات المؤسسة الرئاسية، لا سيما الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور. جاءت هذه المناوشات نتيجة لقيام بعض ممن ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي بمحاولة الحديث مع الجبهة المعارضة وإقناعهم بأن الإعلان الدستوري ما هو إلا نوع من ترسيخ الاستقرار، وأيضا حاولوا دعوة بعض المصلين إلى الاستفتاء على الدستور. هذا أثار حصيلة المتواجدين هنا من التيار المعارض، مما أدى إلى حدوث مناوشات كلامية تحولت إلى فيما بعد إلى مناوشات بالأيدي ثم التراشق بالحجارة، وانتهت منذ وقت قليل. بالنسبة للمسيرات اليوم المقرر لها من جانب الأطراف المعارضة، هناك مسيرتان ستنطلقان في حوالي الساعة 3:00 اليوم في اتجاه القائد إبراهيم. سيكون التجمع في ميدان القائد إبراهيم، ثم بعد ذلك هناك تغير في الاستراتيجية بالنسبة للقوى المعارضة هنا. بدلا من التوجه إلى ميدان سيدي جابر المحطة كما هو المعتاد حتى مساء أمس، سيكون التوجه عصر اليوم إلى قصر رأس الدين هنا بالإسكندرية في وجه بحري. هم يقولون أنه إذا كان المتظاهرون تم الاعتداء عليهم في أمام الاتحادية بالقاهرة، فنحن اليوم أهل الإسكندرية سوف نقف في مظاهرة سلمية أمام قصر رأس قصر الدين بالإسكندرية هنا، ولن نسمح لأحد بأن يعتدي علينا، وهي مظاهرة سلمية ورمزية. هذا من جانب. استطعت أيضا منذ مساء. طب شريف، يعني بدون أن نعبر هذه النقطة، يعني أنت تتحدث عن متظاهرين أمام قصر رأس الدين، ما هي توجهاتهم يعني؟ بالنسبة للمتظاهرين أمام رأس قصر الدين بعد صلاة العصر اليوم، هم ينتمون إلى حركة كفاية وحركة 6 من إبريل والتيار الشعبي الديمقراطي هنا بالإسكندرية، الذي يضم تحت طياته أكثر من 28 حزبا وحركة سياسية معارضة لقرارات المؤسسة الرئاسية. هم يقولون أنهم سيتوجهون اليوم إلى قصر رأس الدين. أما بالنسبة للتيار المؤيد وتحديدا التيار الإسلام السياسي وبعض الجماعات الدينية هنا بالإسكندرية، حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن يقومون بجولات ليلية في شوارع الإسكندرية في ميدان فيكتوريا وميدان سيدي جابر المحطة أيضا، ولكن حتى هذه اللحظة تتغير الخطط بالنسبة للمسيرات. ولكن المسيرة المؤكدة أنهم سيأتون إلى هنا ليلا في مسجد القائد إبراهيم في مسيرة كما يقولون هي مسيرة رمزية للتعبير عن تأييدهم لقرارات المؤسسة الرئاسية. هذا على الصعيد الميداني. على المستوى السياسي رصدت منذ الأمس حتى هذه اللحظة بعض الآراء حول خطاب السيد الرئيس ودعوته للحوار. كانت هناك 3 آراء، رأيان متعارضان، رأي معارض ورأي مؤيد. بالنسبة للرأي المؤيد، وكما نقول دائما أنه ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي، يقولون أنه لابد من الحوار، وهو يعني نوع من التغير في الاستراتيجية بالنسبة للتيار الإسلامي السياسي. كانوا حتى مساء أمس يعني يمارسون نوعا من الضغط في الشارع للدفع نحو الاستفتاء والدفع نحو بقول نعم كما حدث في مارس قبل الماضي. أما اليوم هم يقولون أن الحوار هو اللغة الوحيدة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى كلمة سواء وتوحيد الشارع المصري المنقسم على نفسه. بالنسبة للتيار المعارض والذي يضم تحت طياته الأحزاب والحركات السياسية الثورية النشطة هنا في الإسكندرية، يقولون أنهم لن يكون هناك أي حوار بينهم وبين المؤسسة الرئاسية قبل إلغاء الإعلان الدستوري. وبين هذا وذاك، وكما نقول دائما، هناك الشارع الذي ينظر إلى الاثنين في موقف المتفرج لا يعرف ماذا يقول، ولكنهم في نهاية الأمر هم الفقراء يقولون نحن نريد رغيف الخبز ونريد الاستقرار. إليكم في الاستوديو. نعم، شريف رضوان مراسل التلفزيون المصري متحدثا من الإسكندرية، شكرا جزيلا لك.